طيب يا رجالة، مبدئيا بس كده عايز اقول ان مشكلة الاهلي مع فيتوريا او مع المنتخب هي مشكلة بقالها كتير قوي. مش بسبب الموقف اللي حاصل دلوقتي، مش بسبب كل اللي شرحه كابتن ابراهيم، لا، في مشكلة واضحة للجميع، كل الدنيا واخدة بالها منها يعني. ان دايما مصلحة المنتخب بتتعارض مع مصلحة النادي الاهلي، دائما وابدا يعني. تحس ان في حرب من اتحاد الكورة او من حد بعينه يعني في اتحاد الكورة ضد النادي الاهلي وضد مصلحة النادي الاهلي. دايما في تعنت ضد الاهلي. طب ما بقتش فاهم، انا ما بقتش فاهم ليه ليه كل الحرب دي على النادي الاهلي ليه؟ مع اننا يا جدع مشرفين الكرة المصرية في كل حتة وفي اي مكان. فليه بقى؟ ليه ليه بيحصل كده مع الاهلي؟ هل الاداره ضعيفه من الاهلي؟ ما اعتقدش. الاداره بسم الله ما شاء الله محققه انجازات كتير، ويعني وانتصاراتها بتبان في المواقف. سيبك من اللعبه، لا، في المواقف دايما كده تلاقيهم بينتصروا في الاخر اداره النادي الاهلي. امال في ايه بقى؟ ايه المشكله مع النادي الاهلي؟ في ايه؟ هي الحمد لله بيقول لك ايه بقى؟ ان المشكله خلاص قربت تتحل بطريقه يعني كويسه. ان لعيبه الاهلي هتشارك في ماتش اثيوبيا ومش هتشارك في ماتش تونس اللي هو الودي. ماتش اثيوبيا برضه اللي هو تحصيل حاصل، بس خلي بالك، عايز اقول لك على حاجه. الكلام ده ما كانش هيحصل الا لما اداره الاهلي ضغطت على المنتخب. الا لما اداره الاهلي ضغطت على المنتخب، غير كده ما كانش هيحصل اي حاجه. كانت هتستمر حاله التعنت ضد النادي اللي بقت ملحوظه جدا ومش مفهومه سببها. يعني سببها مبقاش مفهوم. النادي الاهلي دايما كان بيتهم او بيبقى فيه اتهامات ضده، يعني ان هو نادي الدولة دايما. والايام اللي فاتت دي كلها بتثبت من حوالي 4 5 6 سنين كده. الايام دي اثبتت يعني ان لا خالص، ابسولوتلي مش الاهلي خالص هو نادي الدولة خالص، خالص بالمرة، خالص. بالعكس، ده دايما المسؤولين او دايما المؤسسات زي اتحاد الكورة دايما بتهاجم الاهلي ودايما بتحارب الاهلي، والسبب في علم الغيب. اشوف وشكم على خير.